السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ بما ان الجو برد ومحتاجين دايما شوية مخبوزات في البيت كده، تعالوا نعمل بسكوت اليانسون بطريقة سهلة ولذيذة جدا وبسر هيخليه ناعم جدا ودايب في البق وريحته تحفة زي ما احنا شايفين. ومش هياخد منك وقت ولا مجهود، وهيغير المود خالص، ريحته لوحدها حكاية. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش بلايك وشير وسبسكرايب للقناة ودعوة حلوة بالخير. اولا انا هكون مجهزة اليانسون عندي، منقياه وغسلاه ومنشفاه كويس جدا قبل ما ابدأ الشغل بتاعي. مينفعش نستخدم اليانسون من غير ما ننقيه ونغسله يا جماعة. عندي هنا المكونات الجافة، عندي كيلو الا ربع دقيق، حوالي 5 كوبايات وربع زي ما احنا شايفين. وده اليانسون بتاعي بعد ما غسلته، تقدري تستخدمي 100 جرام او فنجان الا ربع. وده المكون السري وهو عبارة عن باكو كاسترد. ايوه كاسترد، بيخليه ناعم. زبدة تقدري تحطي نشا بدل الكاسترد. والمعلقة اللي انا حطيتها دي معلقة بيكنج باودر وذرة ملح. هنقلبهم كلهم مع بعض ونحطهم على جنب. دي هي المكونات الجافة بتاعت ال- الوصفة بتاعتي. هنا عندي 220 زبدة، زبدة بقري بدرجة حرارة الغرفة. وده نص فنجان من الزيت، تقدري تخليه زبدة او زيت لوحده. والمفروض ان هنا 6 بيضات على كيلو الا ربع دقيق، لكن انا لقيت حجم البيض صغير زودت بيضة. وفنجانين الا ربع من السكر الحبيبات، وطبعا عليهم معلقة فانيليا. تقدري تضربي الخليط ده كله في الخلاط اسهل، او زي ما انا عملت بالمضرب السلك. لازم تتأكدي ان حبيبات السكر دابت. واللون بيبدأ زي ما احنا شايفين يفتح شوية. هنزل بالسمنة والبيض والسكر على الخليط بتاعي بعد ما اتأكد ان كل المكونات امتزجت ببعض. وخلي بالك في المرحلة دي بعد ما بتنزلي بالخليط مش بتعجني، انتي مجرد ان انتي بتمزجي الخليط بتاعك بالدقيق فقط، ما تقلبيش. المخبوزات والبسكوتات يا جماعة مش بتحتاج تقليب فقط، بتمزجي الخليط، لان كل ما قلبتي البسكوت بتاعك بينشف وبيطرد السمنة اللي انتي بتحطيها فيه. المادة الدهنية بتفصل. احنا بنقلب من تحت لفوق زي ما احنا شايفين بطريقة سهلة جدا، لحد ما كأنك بتعملي كيك بس قوامها سميك شوية. بتجيبي من تحت لفوق لحد ما تخلطي الخليط كله مع بعض. المقادير بتاعتنا زي ما قلنا: 6 بيضات، كيلو الا ربع دقيق اللي هو 5 كوبايات، كوبايتين الا ربع سكر حبيبات، 100 جرام ينسون متنقي، معلقة بيكنج باودر، معلقة فانيليا، باكو كاسترد. الخليط بتاعي زي ما احنا شايفين امتزج. هدهن الصينية بتاعتي بالزيت، وهدهن كمان ورقة الزبدة بالزيت او بالسمنة زي ما تحبي. وتكوني مسخنة الفرن على درجة حرارة 180. هتنزلي بالخليط، الخليط ده عملي صينيتين، عمل كمية كبيرة ما شاء الله يعني. تقدري تقللي الكمية حسب افراد اسرتك. انا عمل لي الخليط ده صينيتين زي ما احنا شايفين، متوسطين، بس فعلا ادوني كمية كبيرة وريحة طبعا وطعم خطير. هسوي الخليط كويس قوي قبل ما ادخله الفرن عشان وشه يطلع متساوي زي ما احنا شايفين. وادخله الفرن هيقعد 35 دقيقة بالظبط زي ما احنا شايفين، وهطلعه واسيبه يبرد. اول ما يبرد هبدأ في تقطيعه بالطريقة اللي هنشوفها مع بعض دلوقتي. هشيل ورق الزبدة وهقطعه بترانش مشرشر او سكينة حامية زي ما احنا شايفين. لازم الخليط المخبوزات بتاعتي تكون باردة قبل التقطيع عشان ما تفرفتش مني. هو ما شاء الله طالع ناعم جدا وريحته تحفة، وقوامه بقى مش هقولك بيدوب في البق. هتقطعيه زي ما انتي شايفة كده شرايح، بس تحاولي تخليها كلها حجم واحد. وهنرصه في صاج وهندخله الفرن تاني يتحمص وياخد لون من تحت ومن فوق
مش هياخد معاكي حوالي 10 دقايق، من 8 ل10 دقايق في الفرن. وطبعا الريحة تجنن. بعد ما طلع من الفرن، ما شاء الله، تحفة. ريحته وطعمه وناعم جدا. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش بلايك وشير ودعوة حلوة بالخير.